مكرونة بالجمبري في 10 دقايق بس، صوص كريمي وطعم يجنن بطريقة سهلة. هنعمل أحلى طبق وأشهى من أي مكان. يلا بينا نشوف مع بعض مقاديرنا ونشوف هنحضرها ازاي. عندي الأول هنا جبت نص كيلو من الجمبري، حطيت عليه ملح وبابريكا وفلفل أسود. هقلبهم بقى في بعض كده وهسيبهم في التوابل حوالي 10 دقايق يشربوا من طعم التوابل. وهروح بقى على النار، هحط معلقة زبدة ومعاها حوالي معلقة زيت. حطيت بقى عليهم معلقة توم مفروم، هحمرها كده. وبعد كده بقى هبدأ أنزل بالجمبري، هرصه بقى كده كله في الصينية. وفي الوقت ده بقى عقبال ما ياخد لون هروح أسلق المكرونة. حطيت على المكرونة الملح، وحطيت حوالي معلقتين زيت. هسيبها بقى تتسلق، هروح أشوف الجمبري خد لون، هشيله بقى كده ايه في طبق جانبي عشان هستعمل نفس الصوص اللي نازل منه كده في الكريمة. هحط بقى من المية بتاعة السلق كده كوباية، وحطيت عليها كوباية من الكريمة اللباني، وعليها رشة فلفل ورشة ملح. وبعد كده بقى هبدأ أنزل عليهم بالجمبري. والمكرونة اتسلقت عندي، هبدأ أنزل عليها برضو. اديهم تقليبة كده وهلاقي الصوص بدأ يتماسك. هسيبها على النار كده حوالي 5 دقايق. وده بقى شكلها بعد ما اتعملت واستوت. عايزة اقول لكم طعمها خطير يا جماعة. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.